النتيجة، ويمكن أي حد يعني بيبقى جايب مجموع محترم بيبقى أمله اللحاق بما يسمى كليات القمة. النهاردة النقابة العامة للأطباء أصدرت بيان قالت فيه إن الطب والالتحاق بكلياته مش هيحقق الأحلام الوردية للطلبة ولا لأهاليهم، وإن عدد الأطباء في مصر تجاوز 20,000 طبيب، ده غير إن في حوالي 10,000 بيتخرجوا كل سنة في الكليات الحكومية والأزهرية والخاصة. النقابة أشارت في بيانها إلى أن قرار وزارة الصحة بعدم تكليف أكثر من 3,500 خريج، الكلام ده هيكون سنة 2014، وحذرت كمان الطلبة من مستقبل كلية الطب وإنه ما بقاش مضمون على حد كلامهم. الكلام ده قالته النقابة علشان تنصح الطلبة اللي لسه مخلصين ثانوية عامة إن هم ما يقدموش أوراقهم في التنسيق لكليات الطب. احنا عايزين نستوضح الموضوع ده وأبعاده من دكتور حمدي السيد نقيب الأطباء، موجود معانا على التليفون. بنرحب بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. يعني عايزين توضيح لبيان النقابه النهارده اللي حذرت الطلبه فيه من دخول كليه الطب وانه ما بقاش المستقبل الوردي او المستقبل المضمون. لا الحقيقه احنا يعني البيان مش مقصود به التحذير. البيان مقصود به ان احنا يعني نشرح موقفنا. ايوه يا فندم. ونشرح للناس ليه احنا بنصر على تخفيض اعداد المقبولين في كليات الطب. مش لان احنا بنحذر الناس ما تخش طب، لا زال الطب يعني هدف جميل لنفسهم ان هم يبقوا اطباء اكيد ويحققوا المطلوب من التقدم او من المجموع الى اخره. لكن احنا بنقول انه الطبيب عندما يتخرج هو غير قادر على ممارسة المهنة الا بعد ان يقضي 5 سنوات كاملة على الاقل من التدريب المنظم والموظف في أماكن معترف بها للتدريب وفق برنامج تدريب من أجل أن يحصل على التخصص المطلوب. يعني الطبيب يتخرج من هنا ولا يصلح للممارسة المستقلة، إنما يصلح للتدريب تحت إشراف مدرب حتى يحصل على التدريب اللازم، برنامج موضوع لكل طبيب أن يعني يمضي خلاله، يدرب بواسطة مدرب في أماكن معترف بها للتدريب حتى يكون جاهز وصالح للممارسة المستقلة للمهنة. ده طبعا لصالح المواطن، لصالح المصري العادي. لا يريد أن يتخرج طبيب لم يستكمل تدريبه ثم يطلق على المجتمع، يعني ممكن يسبب أخطاء، ممكن يسبب مشاكل صحية، ممكن يكون يعني إضافة سلبية وليست إضافة إيجابية للصحة. وزارة الصحة تقول إنها ليس لديها أماكن للتدريب إلا لحوالي 3,500 طبيب. وإحنا لجأنا للقضاء منذ عامين وأخذنا حكم من المحكمة الإدارية على إنه لابد أن تلتزم المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي بما يمكن أن يدرب من الأطباء بعد التخرج، لأنه طبيب يخرج بلا عمل أو بلا تدريب هو عبء وليست إضافة لممارسة العمل. من نقص أعداد، الحمد لله احنا مسجل لدينا في النقابة حاليا حوالي 250,000 طبيب، 205,000 طبيب، وكليات الطب ال 22 حاليا فيها 66,000 طالب. كويس قوي يا دكتور حمدي. يعني الارقام اللي حضرتك بتتكلم عنها في السنوات الأخيرة بيشكل نسبة مرتفعة جدا من الأطباء لعدد السكان. الأرقام اللي حضرتك بتتكلم عنها يا دكتور حمدي، يعني عايز أفهم في الحقيقة هل إحنا بنعاني من سوء إدارة للناس دي، للعناصر البشرية دي كلها؟ لأنه لسه امبارح كنا بنعرض عن مشاكل مستشفيات بلا أطباء، ما بيبقاش فيها دكاترة في أماكن كتيرة قوي في مصر. يعني الكلام ده مبالغ فيه وغير صحيح. ما نشكو منه هو سوء توزيع، يعني بمعنى أن الأطباء مكدسين في أماكن وفي نقص في أماكن. السبب في هذا طبعا هو أن الأماكن اللي فيها نقص يا إما الظروف المعيشية فيها مش متوفرة، يا الظروف المادية والاجتماعية غير متوفرة، والأطباء يعني بيعزفوا عن التواجد فيها. لكن الحكاية حلها سهل جدا. وزير الصحة بدأ في هذا فعلا. النهاردة نتيجة زيادة مرتبات اللي بيعملوا في مناطق النائية، الأطباء النهاردة بدأوا يطلبوا أنهم يعملوا في مناطق النائية. وزارة الصحة بتتعاقد مع أخصائيين واستشاريين بمبالغ معقولة يعملوا في الواحات ويعملوا في سيناء. هل تتصور حضرتك انه البيان اللي صدر عن النقابة فاحنا لا نشكو من نقص في الأطباء ولكن نشكو من سوء توزيع.
وعندما يتخرج في خلال ال6 سنوات القادمه، الدفعه اللي جايه دي هتتخرج بعد 7 سنوات. لما يوصلوا للتخرج هيكون تخرج 66,000 طبيب جداد. هيكون هناك مش بس يعني وفرة في الأطباء، ولكن أخشى أن أقول سيكون هناك شبه بطالة مقنعة بين الأطباء، لأنه لن يحصلوا على التدريب الكافي والتدريب المطلوب والمستوى. هو دكتور حمدي ال 3500 خريج اللي متعهد بيهم، دكتور حمدي ال 3500 خريج اللي متعهد بتدريبهم، دي الفرص المتاحة ده حتى عام 2014 لغاية سنة 2014؟ أنا متأسف ما سمعتش قوي. لا بسأل حضرتك عن حضرتك كنت بتتكلم إنه عندنا 205,000 طبيب والفرص المتاحة سنويا هي 3000، إن الوزارة هتدرب 3500 خريج لغاية سنة 2014. لا، هو وزير الصحة قال إنه ابتداء من 2014 ابتداء من 2014 اللي هي الدفعة اللي من السنة اللي فاتت هتتخرج. الدفعة دي اللي هي بتاع 2009 دي هتتخرج 2016. وزير الصحة صرح بأنه ابتداء من 2014 كل المواقع المتاحة من الأطباء للتدريب وللعمل ما تزيدش عن 3500. ولهذا احنا طلبنا أخذنا حكم محكمة وطلبنا بالتخفيض من العام الماضي. وزير التعليم نجح في انه يخفض حوالي. يبدو دكتور حمدي يعني زي ما حضرتك بتتكلم كده، دكتور حمدي السيد نقيب الاطباء، طبعا شكرا جزيلا وجودك معانا. يبدو انه كان في دايما عارفه حلم العين، ال3 عين ولا مش عارفه، عربيه وعياده وعروسه.